باقة حب في يوم الوفاة. شايفين ان يومنا النهارده وهبناه لذكرى او لحاجه لحد عزيز علينا جدا. من ايام، من 11 يوم تقريبا، يوم الاثنين اللي قبل اللي فات، فقدت مصر والامه العربيه كلها كاتب كبير وشاعر عظيم جدا، هو الراحل عبد السلام امين. بعد عمر طويل قضاه من العطاء الفني على جميع المستويات، اسرى فيه الدراما العربيه التاريخيه والاسلاميه والعربيه والتاريخيه، وايضا المنوعات التي عرفت باسمه، سواء في الفوازير او الاغاني او الاوبريتات العظيمه. يمكن النهارده كان لابد ان احنا نعمل اليوم ده ونستضيف اقرب الناس اليه، الناس اللي رافقوه في مشوار العطاء الطويل. يمكن الراحل عبد السلام امين لو حبينا نتكلم عنه او نقول كتير مش هيكفي الوقت ومش هيكفي يوم مفتوح واحد، لكن حاولنا النهارده نقدم لكم كل اللي نقدر عليه وكل اللي قدرنا كمان نستضيفه من ضيوفنا الاعزاء. الحقيقة دينا، يعني احنا قبل ما نبتدي لقائنا بنحب نقول ان شاعرنا صاحب اكبر عدد من الاغاني الدرامية، تصل الى حوالي اكتر من 1000 اغنية قدمها في العديد من الأعمال. والحقيقة هو من عائلة فنية جدا، فهو أخو الموسيقار ونقيب الموسيقيين حلمي أمين، وابن عم الموسيقار الراحل محمد الموجي، وابن عم الملحن إبراهيم رأفت. بيسعدنا الحقيقة النهاردة ان احنا يكون معانا على الهواء مباشرة نقيب الموسيقيين الأستاذ حلمي أمين. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا المخرج القدير محمد عبد النبي. أهلا بحضرتك. ومعنا المخرج الشاب وائل فهمي عبد الحميد. أهلا بيك. يمكن عايزين نقول زي ما قلنا ان احنا مش هيكفي ان احنا نتكلم عنه مهما اتكلمنا، لكن احنا سعداء ان حضراتكم موجودين معانا، لان طبعا هنقول طبعا استاذ حلمي امين حضرتك شقيقه واقرب الناس اللي ممكن نتكلم معاك عن عبد السلام امين، الفنان والانسان والاخ. هنستضيف كمان شويه كمان بناته، ونتمنى ان احنا النهارده نقول كلمه صادقه، كلمه جميله عن عبد السلام امين، مش عارفين نقول عنه ايه. معانا استاذ محمد عبد النبي، حضرتك تعاونت معاه في مشوار جميل مع فوازير رمضان. بدا يمكن بدا بعجائب صندوق الدنيا. أيوة. سنه 90. وام العريف ليلى والدنيا لعبه وام العريف، يعني من اكبر اعمال انا عملتها كانت على ايديه هو يعني. واستاذ وائل فهمي عبد الحميد المخرج الشاب وابن المخرج العبقري الراحل فهمي عبد الحميد، وبرده مشوار طويل كان مع عبد السلام امين. طبعا. والد وعبد السلام امين. طبعا. انت رافقته برده من خلال عملك مع والدك، صح؟ طبعا. اكيد كنت بتتدرب معاه في البدايه. معاه طبعا. من اول شهر يكلم شهر، فوازير شريهان اللي كلنا فاكرينها، ولغايه فوازير سنه كام؟ فنون. فنون. ايوه. وايضا كان في اعمال برضو غير الفوازير، سبقت الفوازير مشتركه ما بين فهمي عبد الحميد والراحل اغاني وحاجات اطفال كمان، اوبريت الاطفال كان بتقدمه الفنانه لبلبه، وكان قبل الفوازير برضو. يمكن احنا نبتدي مع الاستاذ حلمي امين ونقول يعني ازاي بدايه احتراف، من فين جت بدايه احتراف عبد السلام امين للكتابه وللفن؟ أنا ما بعتبرش الكتاب والفن احتراف، ولكنها موهبة بتفرض نفسها منذ الصغر، ولا يستطيع إنسان أنه يقف أو يتصدى لهذه الموهبة لفرض نفسها. يعني بيحضرني بيتين من الشعر في هذه المناسبة. قلت له: عندما تنتهي الدنيا بصاحبها فلا خلود له إلا بذكراه،